ألف مبروك عليك. الله يبارك. الله يبارك. شكرا ألف شكر، جزاكم الله عنا كل خير. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. شكرا. إن شاء الله بارك الله فيكم ويستر عليكم الباري. والله لأنه هذا الشيء جميل وروحانية جميلة، وهذا فرض الله سبحانه وتعالى. عمرة مجانية محمولة مكمولة. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. حياكم الله في هذا اللقاء اللي يجمعني فيكم في واحد من بيوت الله سبحانه وتعالى. الإنسان من أجمل الأشياء أنه يكون على ارتباط دائم ووثيق بالله من خلال العبادات ومن خلال بيوت الله، وأجمل بيوت الله هي بكل تأكيد بيت الله الحرام والمسجد النبوي على صاحبه أزكى الصلاة والتسليم. والإنسان سبحان الله يكون دائما من أحلامه الكبيرة أنه يزور بيت من بيوت الله، سواء كان بيت الله الحرام وإلا المسجد النبوي الشريف. نحن سنقدم الفرصة ل4 من الإخوة الأعزاء من الآباء الأفاضل للفوز برحلة عمرة مقدمة من وكالة الحجر الأسود. هذه الرحلة مكفولة بشكل كامل من وكالة الحجر الأسود، والفائز كل ما عليه هو أنه يجيب جوازه ويقدمه للوكالة التي ستقوم بإجراء كل الترتيبات، وأنتم أيضا من خلف الشاشات سيكون لكم نصيب للفوز بواحدة من هذه الرحلات. كل ما عليكم فعله هو أنه تتابعوا صفحات وكالة الحجر الأسود سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك، تجاوبوا على السؤال المطروح، تكتبوا اسمكم الثلاثي وتشيروا المنشور وتعملوا له مشاركة، وإن شاء الله بعد إجراء القرعة ربما يكون واحد منكم أو أنت الذي تشاهدنا الآن تكون أنت الفائز بهذه الرحلة المقدمة من وكالة الحجر الأسود. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. تقبل الله. جبل الله منكم صالح الأعمال. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني عنك. توفيق صالح الواقدي. توفيق الواقدي. يا عم توفيق، يعني أجمل أوقات الإنسان يقضيها فين؟ بيت الله، من تكون قريب من الله. القرب من الله، إيش يعني لك أنت القرب من الله؟ يعني بالأعمال الحسنة بالصلاة. أنت لما يعني تجلس في الجامع إيش الإحساس اللي يجيك؟ راحة نفسية. ما عندك من مشاكل من هموم من هذا داخل بيت الله تزيد إله الله من عنده سبحانه. الشيخ توفيق الشدادي يقول الواقدي من الناس اللي يتمنى من أمنية حياته أنه يزور بيت الله. هذا صحيح، لكن ما فيش عندي جواز سبيل. والقدرة كيف قدرتك المالية؟ الله ما يعلم بالحل الله. محمد الله تتمنى تزور بيت الله؟ إن شاء الله. الله يوصلني إياها قبل ما أموت. الله يوصلني إن شاء الله بيت الله الحرام جاءت قبل النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنت في بيت الله يعني تخيل إنه أنت وصلت بيت الله، إيش اللي بتعمله يا واقد؟ والله يرحمنا الله، أعمل كل شيء إن شاء الله. أنا بسألك سؤال، لو جاوبته لك جائزة عندي، ولو ما جاوبت برضو لك جائزة، بس الجائزة في الفوز غير الجائزة في الخسارة. طيب، في وكالة اسمها وكالة الحجر الأسود، تمام؟ هذه الوكالة لها علاقة بالحجاج وبالمعتمرين، وتسفر الناس للعمرة وتحجز لهم طيران أو تذاكر سفر وكذا. فأنا حسألك سؤال عن هذه الوكالة، لو جاوبته بعطيك جائزة، وجائزة طيبة إن شاء الله. جاهز؟ إن شاء الله. طيب يا واقدي، وكالة الحجر الأسود عندها فروع منتشرة في اليمن،
هل هي 98,000 فرع ولا 200,000 فرع ولا 7 فروع؟ 7 فروع. 7 فروع صحيح. طيب هاتوا لي الظرفين يا شباب، هاتوا لي الظرفين، هاتوا الظرفين. أنا بخيرك أنت تختار. شوف هذا ظرف فيه 5,000 ريال، وهذا ظرف فيه جائزة ثانية. صح. خلاص 1000 مبروك عليك. رحلة عمرة مدفوعة التكاليف، شاملة كاملة، تعتمر وتزور بيت الله الحرام وتزور قبر النبي وتدعي لي هناك، الشرط الأساسي. إن شاء الله. الله يوفقك. 1000 مبروك عليك. هذه الجائزة مقدمة من وكالة الحجر الأسود، عمرة مجانية مقدمة من وكالة الحجر الأسود من هنا، من أمانة العاصمة ومن صنعاء. 1000 مبروك يا واجد. أنا لما قالوا لي الواجدي والله يتمنى يزور بيت الله، قلت إن شاء الله إنك أول زبون عندي اليوم. عليك الجواز. أول ما جوازك يذهب تأخذ الورقة، تروح للحجر الأسود الوكالة، تعطي لهم اسمك ورقمك، احنا حنعطي لهم اسمك ورقمك، تبلغهم تقول لهم أبغى أسافر في اليوم الفلاني. 1000 مبروك عليك. الله يبارك فيك. الله يبارك. شكرا، ألف شكر، جزاكم الله عنا كل خير. فلاني 1000 مبروك عليك. الله يبارك. الله يبارك. شكرا، ألف شكر، جزاكم الله عنا كل خير. الله يبارك لكم. ايش الحاجة اللي بتدعي بها يا والد؟ إن شاء الله. إن شاء الله أدعي لكل شيء، لليمن كلها إن شاء الله. أدعي إلى اليمن، ربي يخرج اليمن من المشاكل، وإن ربي يصلح أحوالنا في بلادنا ويهدي أنفس اليمن كلهم إن شاء الله. جئت يا ربي إليك عبدك بين يديك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب وشهر مبارك. إن شاء الله يدخل في الخير والبركة. عرفنا عليك. حمود محمد علي الدلهوس. أهلا يا عم محمود. طيب شارع أو وكالة الحجر الأسود للسفر والسياحة، هذه وكالة مهتمة بالسفر والسياحة. إذا بتسافر أي دولة في العالم، أي بلد في العالم، هم يضبطوا لك أمورك. إذا تبغى تروح حج ولا عمرة يضبطوا لك أمورك. إحنا السؤال على هذه الوكالة. تمام. الوكالة عندها 7 فروع في اليمن، واحد من الفروع هذه في إب. الفرع هذا وين؟ هل هو في شارع العدين ولا في شارع صنعاء ولا شارع المحافظة؟ المحافظة. إجابة غلط. إجابة غلط. 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 شارع صنعاء. لا خلاص أنت جاوبت الإجابة الأولى غلط، لكن لأنه أنت يعني متحمس إيش رأيك في وكالة الحجر الأسود؟ إن شاء الله جيدة على الله. وعلى الله. مع وكالة الحجر الأسود ما في أحد يخسر عندنا، ولذلك يعني هي جائزة بسيطة. شكرا لك، وإن شاء الله نلقاك على خير. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. شكرا. إن شاء الله بارك الله فيكم ويستر عليكم الباري ويخليكم. آمين يا رب. الشهر الكريم هذا يدخل بالخير والبركة. عندي لكم سؤال، نسأل الحاج بالأول، إذا جاوبت في مفاجأة، جائزة طيبة إن شاء الله. السؤال هو في وكالة اسمها وكالة الحجر الأسود. هذه الوكالة تهتم بأمور السفر والسياحة حول العالم، وأيضا تنظيم رحلات الحج والعمرة، يرتبوا لك أمورك. إذا ناوي تحج ولا ناوي تعتمر، أيضا يساعدوك في مسألة إصدار الجوازات، تشتري فيزا، تشتري تسافر مصر، تشتري تسافر الأردن، كله عن طريق الوكالة. إن شاء الله. أنا بجيب لك سؤال، إذا جاوبته في جائزة. طيب السؤال هو، وكالة الحجر الأسود عندها فرع في محافظة إب، فين موجود؟ أنا بجيب لك الخيارات، هل هو
في شارع ال90 ولا شارع ال205 ولا شارع صنعاء؟ شارع صنعاء. شارع صنعاء، برافو عليك. هذا العنوان وكالة الحجر الأسود في محافظة إب. برافو عليك إن شاء الله. والله أنت يعني على قولتهم حدثك ما يخيب. ربحت عمرة. يا اسمك مرة ثانية؟ أحمد صالح. يا عم أحمد، ربحت معانا مع وكالة الحجر الأسود عمرة مجانية محمولة مكمولة. جزاكم الله خير. مجانية محمولة مكمولة. جزاكم الله خير. الله يكون في عونكم ويتقبل منكم ويكون في عونكم. الله يعطيك الجنة تدعينا إن شاء الله. نسأل الجنة، نسأل الجنة. تدعي لوكالة الحجر إن شاء الله. الله يكون في عونهم ويكون في عون الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الكريم؟ ماهر علي أحمد. يا حي الله ماهر، الله يحييك. كل سنة وانت طيب. أنتم طيب. ليش الإنسان دائما أفضل وأجمل أوقاته هي في الجامع؟ والله لأنه هذا الشيء جميل وروحانية جميلة، وهذا فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصلاة 5 صلوات، والعبادة هذا واجب على كل إنسان مسلم ومسلمة. أنت دائما تقضي أوقاتك في الجامع؟ أحس أنا بالراحة والطمأنينة في الجامع، وأحسن من الجلسة الفرقة. وأحلى من الفرقة. هذا أحلى مكان بيت الله العبادة. اي والله انك صادق. طيب يا ماهر، والله شوف اليوم يعني احنا معنا جائزة او جائزتين، في جائزة كبرى وجائزة صغرى. والله جاوبت اعطيناك الجائزة الكبرى، ما جاوبت مشينا بالصغرى. طيب، وكالة الحجر الأسود هي هذه الوكالة من أفضل الوكالات السفر والسياحة اللي موجودة في اليمن. تقدم الكثير من الخدمات، منها ما هو متعلق بالسفر والسياحة بشكل عام لكل أنحاء العالم، ومنها ما هو متعلق بالحج والعمرة. يعني ترتب لك رحلة عمرة ولا رحلة حج لقضاء المناسك في بيت الله الحرام في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة. هذه الوكالة عندها فروع، 7 فروع في اليمن، منها فرع في عدن. وين هذا الفرع؟ ما نشتغل. أعطيك أنا خيارات. طيب، الدواهي ولا القلوعة ولا شارع المنصورة؟ دواهي. متأكد؟ طبعا للأسف الإجابة غلط. يعني كانت الجائزة الكبرى هي رحلة عمرة، أنت خسرتها، لكن لأنه ما عندناش خاسر مع وكالة الحجر الأسود حنعطيك جائزة صغرى هي مش قدرك، لكن هي على الأقل تعتبرها هدية متواضعة من الوكالة، وفيها العنوان ورقم الوكالة على أساس إذا أنت ناوي على عمرة إن شاء الله تساعدك الوكالة في ترتيب الأمور من الألف للياء.